اليوم اليوم حلقة خاصة بمناسبة خاصة. هل نسيتم من تكونون احنا وكتيبة بعد تقديم الاحتفالية وقت الهدايا. وقفنا هذا يا شباب. هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا. تسمعوني في صوت؟ هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا. طيب، هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا. موجودين أينما كنتم، أينما تواجدتم، وفي كل الدول العربية. هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا. نرحب بكل شخص أينما تواجد، أينما كان. كما قلنا اليوم احتفالية خاصة بمناسبة خاصة وبرعاية خاصة من كل المضيفين والأدمنية، من المسؤولين والمشرفين، كذلك من الداعمين، ولا ننسى الأصدقاء القدامى والجدد. اليوم أحباء أبو كهلان قد قرروا أن يشاركوه هذه اللحظة الجميلة وهذه المناسبة الحلوة. المناسبة بطريقة ونكهة مغايرة، يعني نقول الطموح، النضال، الأمل والإصرار، ثم العزيمة. نقول تحقيق الهدف، الوصول للمبتغى ولو بعد سنين. ضيفنا الليلة، شخصيتنا الليلة، قررت أن تكون صاحب الأمل، وقرر عدم الاستسلام، ثم قال في نفسه أريد أن أحقق. قرر وبكل عزيمة أن يوصل نفسه بكل إصرار ونضال. قرر أن يكون له حضور قوي، أن يثبت الذات رغم فوات الأوان. شخصيتنا الليلة أسميها أنا قدوة، بل وأسميها عبرة، بل وأسميها الشخصية المميزة على برنامج سكشن. شخصيتنا الليلة قرر وبكل عزيمة أن يتعلم القراءة والكتابة. نعم، حفلتنا الليلة حفلة مميزة، ليست حفلة عيد ميلاد ولا ارتباط ولا طلاق، لكن حفلة بمعنى وبنكهة العبرة والقدوة. أبو كهلان تحدى الصعاب والحواجز، تحدى العواقب وكل شيء، وقرر أن يتعلم القراءة والكتابة. وهنا أقول لك شابو وتحية لك يا أبو كهلان. لك المايك يا احتمال. نحيي الجميع بهذه المناسبة الرائعة والفريدة من نوعها، مناسبة التحدي للصعاب، مناسبة إثبات الوجود،
مناسبة أن نثبت ونقول نحن هنا، نحن لها. هو أسد زأر في وجه الصعاب وأراد أن يكون له فرصة لألف مرة، فرصة لا يستطيع أن ينساها، أن يتعلم القراءة والكتابة. هكذا تحدى هذا الأسد الصعاب وأراد أن يقول: أنا أسد. والسبع سهرتوها عرض تدوي والزلزل تقتل في الكوبة تحكم اللي صار. هكذا أراد بهذه الزأرة في وجه الصعاب والمصاعب أن يتحدى نفسه وذاته، أن يتعلم القراءة والكتابة بعدما كان شخص لا يفك الحرف عن الثاني. هي مناسبة تستحق منا وقفة إجلال، وقفة احترام، وقفة تقدير لأبو كهلان الذي تحدى نفسه وذاته وأراد أن يكون كغيره، يقرأ ويكتب. تحياتنا لأبو كهلان. هو يمني عربي أصيل، وطالما هو ابن اليمن أكيد يفعل المستحيل. هكذا هم رجال، هكذا هم أهل هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا يثبتون الذات، يثبتون الوجود والحضور. دخول شاعر من قوافينا تشوش كل الديابة والنمارة والوحوش. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن، حنا تربينا على حسن السلوك، أجيال معروفة من أحفاد الملوك، أسياد للعالم ولا فيها شكوك. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن. سجل دخولي واستعد يا الجيوش، دخولي شاعر من قوافينا تشوش الديابة والنمارة والوحوش. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن، حنا تربينا على حسن السلوك، أجيال معروفة من أحفاد. هذا الرحمن وحده منزل القرآن توكلنا. شموخنا يبقى شموخ في شموخ، شيخ ولد شيخ ومن نسل الشيوخ، واللي ينافسنا على خشمه ينوخ. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن، نهيب ما نهتاب له. هل نسيتم من نكونون احنا وكتيبة لها والملاقى والحروب. ابن اليمن ابن اليمن ابن اليمن. شيلة من كلمات شاعر الوطن خالد الراعي، أداء الشاعر أبو حنظلة. سجل دخولي واستعد يا الجيوش. هكذا سجل دخوله أبو كهلان إلى عالم القراءة والكتابة، إلى عالم إثبات الذات، إلى عالم الحضور والتواجد بين العمالقة، وأراد أن يكون له بصمة خاصة. أبو كهلان سجل دخوله بقوة. إليك الخط مرة أخرى نمبر 1 في رحلة استجوابية حوارية مع أبو كهلان. اوكي شكرا، تسلم يا احلى قسم تقديم. ابناء اليمن ابناء ليك كثير شكرا على الحضور. الحين نبي ابو كهلان. اهلا والسلام عليكم ابو كهلان. اول شيء ابو كهلان، نورت حفلتك، فانت صاحب الحفله وانت الضيف. شو رايك في الحفله؟ شو رايك في المفاجاه؟ هديه لك المايك اذا تحب تقول اي شيء. يعني كانت مفاجأة حلوة صح؟ صدفة اشتغلت. اها اوكي. ابو كهلان اليوم اليوم ابو كهلان عشان تفهم الموضوع انه كل واحد كان ماسك شغل
صدفة خبرتني أنا واحد احتمال وبالفكرة وهي اللي اكتشفت شي حكومة كذلك شموخ كبرياء صنعاني قاهرتهم حاضرة الفنان كذلك جميع البنات وما ننساش انه رمز يمكن شكله اللي بعث لك قال لك فيه مشكل لانه سمعت انه قول في الاخير راح يبان لك ابو كحلان سيلفستر ستالون يجيك من مكان ثاني وجبل خاطر ليالي بن كذلك مدوخ الحكومه حاضره معنا كذلك موجوده الكل حاضر والكل موجود يريد ان يشاركوك فرحتك يا بكلمه واحده بس طيب مدين مدين يحب يشارك حفلتك ابراهيم الحاجدي كذلك دوخة الحكومه هذو ناس خارجين من الوكاله طيب مالك عندك اي شيء عايز تقوله يا مالك؟ لك المايك مالك اذا عندك اي شيء انا اقول ان شاء الله نشوف في هل نسيتم من نكونون احنا وكتيبة وجب نحتفل فيه في جامعة امريكا ان شاء الله. حسيت انك العيد. ابي خلوني ساكت عشان ما اجيب العيد. اوكي ابي منك صدفه ابي منك فتحت كلام المايك جاني يا ابو كلام تفضل يا صدفه لك يا المايك حكومه شموخ كبرياء قاهرتهم فنان احلى فنان كذلك جبر رايك سنقرأ اللي كذلك الرسائل والتهاني اللي راح توصل في التكست يا نمبر 1. ناخذ صدفة بعد ذلك نشوفوا رسالة سيلفستر. أعطون مايك اثنين لسيلفستر لأنه أول ما جاء قال أنا. طيب مرحبا يا سيلفستر حياك. أستاذ مالك عزمك. أنت مرحب بك، أنت صاحب مكان يا سيلفستر، ما تنتظر أحد يعزمك. طيب قبل أن تتكلم صدفة أو أي أحد من الأعضاء المتواجدين معنا اللي حابين يشاركونا، يقول سيلفستر أبو كهلان قطرة سقطت من السماء تاهت بين الوديان والشعاب وكافحت حتى أصبحت سيلا جارفا من العلم والمعرفة، ورغم الكفاح لم يكن سهلا إلى أنه قدر أنه يصنع لبعض البشر وأصبح من حجرة أمية إلى ألماسة من العلم اسمه أبو كهلان. الله على كلمة جميلة يا سيلفستر، جميل. أبو كهلان أسئلة كثيرة تأتي في الخاص وأخرى على الواتس. قبل أن ننطلق للأسئلة بهذه المناسبة سعيدة بتحكي لنا عن تجربتك، كيف بدأت وكيف فكرت وما الشيء الذي استفزك وحفزك حتى تتعلم القراءة والكتابة. خلينا ناخذ مشاركات سريعة من جبر، ثم نذهب إلى الفنان، ثم إلى شموخ والحكومة وصدفة وكبرياء وقهرتهم، وبعد ذلك ناخذ كل اللي حابين يشاركوا معنا على التكست. تفضلوا يشاركوا معنا مايكات. يلا يا جبر حياكي. طبعا الكلام قليل في حق أبو كهلان، قسما بالله إنسان ناجح في حياته قبل ما يكون ناجح في ناجح في كل شيء والله، فأكيد إنه أحد يستخر فيه صراحة. كفو منك يا جبر حبيبتي. نروح للفنان منتاب موجود معنا. تم يا نسيت انه الحساب جديد. الفنان الو. طيب في حين يكون الفنان حاضر معنا نذهب
مباشرة إلى شموخ. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لكل من رمى علينا السلام. حياكم الله في احتفالية لأبو كهلان. مرحب يا القنصل، حياك الله. يلا يا شموخ، ما تقدر تحكي. طيب الحكومة قلت أنا قاعد أحكي معلش. تمام. يا أقول لك يا السلام عليكم. تسمعوني؟ نعم تفضلي. أقول لك يا أبو كهلان كل عام وأنت بخير، ويا رب من تقدم للتقدم ومن ازدهار للازدهار، وإن شاء الله الدوام إحنا ملتمين وفي مناسبات زي كذا، والله لا يحرمنا من بعض. وشكرا، ونرجع لك يا احتمال. يسلموا حبيبتي الحكومة. صدفة، الدور عندك يا صدفة، تفضلي. عادي، أحب أقول لك إنه أنت يعني سويت شيء يعني ما سوونه الناس اللي متعلمين بالمدارس. أنت يعني سويت شيء ما سوى أحد، وأنت دايما النمبر وان، وراح تكون دايما النمبر وان. نبدأ لك. حسين بشفتك يا أفا عليك ترجف أخوك موجود. مرحبا يا مسطول. والله مبينة الرعشة في صوتك. لا تتوتر يا دادي، لا تتوتر يا حبيبي أنت. بليز يا ملك خليني أكمل الفقرة على خير. ارحب يا مسطول، حياك الله. يلا نروح عند كبرياء. سامحني، تفضلي كبرياء، أعطينا مشاركتك يا كبرياء. قولي. أنا أقول لأبو كهلان رمز للنضال، رمز للأخلاق، وأقل حاجة إنه تفوق في هذا الأشياء، مع أنه قدراته أبعد من هذا الأشياء، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. وأنا عن نفسي أفتخر إن أنا أكون عضو عندك، معك صاحبك صديقك، أفتخر فيك بشكل عام يا أبو كهلان، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله يا رب. كفو منك يا كبرياء. يلا يا قهرتهم. لا الصوت واضح وجميل يا عبير. تسمعوني؟ أنا أول شيء أقول لك يا أبو كلام كل عام وأنت بخير، وأقول لك لا تتوتر، أنت بين أهلك وناسك وما في شيء يوترك يعني، ونحن دائما إن شاء الله نكون مع بعض، وإن شاء الله دائما بالتوفيق يا أبو كلام، ومن نجاح النجاح إن شاء الله، والله يسعدك. وأنا من نفسي متشرفة إني تعرفت على شخص مثلك، ما شاء الله عليك، والله يحفظك يا رب، والله يحفظ الجميع. اللهم آمين. شكرا لكم لمن التحق بنا في هذه اللحظات. نحن في احتفالية للشخصية الرائعة الجميلة لأخونا أبو كهلان. جو السما تعبر، وصل سلامي من الأبيات مطوية، وصل سلامي من الأبيات مطوية، سلامي مني لأبو كهلان يتكرر عبر الإذاعة والأقمار الصناعية، عبر الإذاعة والأقمار الصناعية، لفارس الشاسع المغاربة أفخر، قايد محنك ولا حكمة يمانية، قايد محنك ولا حكمة يمانية، ما دام فارس وصلح في الفرق
أحلى سلام وأحلى كلام لأبو كهلان في هذه الاحتفالية الجميلة جدا. نحييكم جميعا من المجلس اليمني، ما زلنا معكم في هذه السهرة الجميلة ونبقى دائما في أحلى اللحظات وأجملها. نذهب الآن لنفتح الحوار مع أبو كهلان. أبو كهلان بعيدة. يا هلا بأبو كهلان. هلا الآن الكل يسألني ويقول حابين نعرف كيف فكر أبو كهلان إنه يعزم الأمر ويخطو هذا الخطوة ويحقق هذا النجاح ويتعلم إنه يقرأ ويكتب. أول كلمة تعلمتها يا أبو كهلان، ولا تعلمت الحروف ولا كيف؟ يا دادي أنت دي تقطع صح؟ لا تبكي يا دادي، شوف العبرة في كذا، العبرة خلاص شوي بتبكي يا عمري. لا تخليني أقلب الحفل، ترى دادي حقين هذا. طيب أحد بناتك يا أبو كهلان تقول مني لبابا في رسالة جميلة جدا تقول فيها: أبو كهلان، رغم أني لم ألتحق بالفترة اللي تعلمت فيها، لكن أقول لك أنت فخر لكل يمني وفخر لمن عرفك، لطالما كنت الأب والسند لي ولجميع الحاضرين، والكلمات لا تكفيك حقك. استمر يا بابا، لأنك إنسان، وكلمة إنسان نقولها بهذا الزمن. واسبع ذهبت وعرى. كانت رسالة من أحلى شموخ 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 شموخ. يتخلطوا لك على خيوط. كثير فرحانين بيك يا أبو كهلان، وكثير مصدومين إنه فعلا مهم. فرحة ألو، أنا أسمعك 5/5. مش عارفة الصوت أنا كيف عندي، في عندي صوت؟ طيب أوكي. أرحب يا قنصل. يقول لك صوتك واضح يا دادي. تفضل مايك يا قنصل، معنا مايك 4. بعد التحدي وبعد ما حقق أبو كهلان هدفه أنه يتعلم يقرأ ويكتب ويستغني عن أنه أصدقائه هم اللي يقرأوا له الرسائل ويشرحوا له، من هم أول أشخاص ساعدوك أنك تقرأ يا أبو كهلان؟ مهم. مم. اللهم امين يا رب. نحيوها من هذا المنبر، نتمنى ان شاء الله يا رب تعبها يكون في ميزان حسناتها. مجد يقول كنت اعلمه غلط. الحين يا ابو كهلان وش هدفك؟ ارحب
يا مطول، يعني لسه عندك الرغبة إنك تكمل تعليم. جميل. جميل. قبل نروح للرسائل اللي تجينا في الخاص ناخذ هذا الفاصل. يلا الكل يحتفل ويفرح مع أبو كهلان أحلى يماني. يماني يا يماني يا يماني، وإذا قالوا الفخر قلنا يماني. يماني يا يماني يا يماني، وإذا قالوا الفخر قلنا يماني. يماني يا يماني يا اليماني، معك بالعزم تحقيق الأماني. طموحك عز وحضورك مشرف، وإذا قالوا الفخر قلنا يماني. وإذا قالوا الفخر قلنا أبو كهلان. يلا يماني معك بالعزم تحقيق الأماني. طموحك عز وحضورك مشرف. اي والله طموحك عز وحضورك شرف يا ابو كهلان. نحن الزغاريد مالك يا منتبهنا يا بطلنا. كأنه أنا طرت. عندي صوت. طيب جميل. دادي ممكن يا منتاب اعطي لدادي منديل. أكيد يا منديل. منتاب، أنت أول واحد نادينا عليه لحتى يشارك، بس شكلك ما سمعتنا. منتاب راح أقرأ هذه الرسالة من عند نورة موجهة لأبو كهلان، وأعطيك المايك للمشاركة مباشرة. أبو كهلان، نورة تقول لك: في تلك الحياة لن تجد من يساندك ويحنو عليك إلا هذا الرجل الذي طالما نصحك وأرشدك إلى طريق الحق. بابا أبو كهلان، قليل الشكر، قليل في حقك. راح أقول لك ربي يسعدك ويحفظك وما يحرمنا منك. جمعتنا بعد، تبقى أنت فخرنا في البرنامج وفي كل مكان. أحلى من نورة. عليك الخط يا منتب، حياك. أرحبوا جميعا، حياكم الله جميعا في احتفالية بأبو كهلان بمناسبة تحقيقه لحلمه وهدفه القراءة والكتابة. الكل معني بالمشاركة معنا، اللي حاب أنه يشاركوا معنا على المايك أكيد رح نعطيهم المايك، واللي حابين أنهم يشاركوا معنا في الخاص يبعثوا من طلب مني الا الثاني. تفضل يا فنان منتف. مالك موجود معنا. ايوه منديل 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 لدادي. شوي العبرة بيبكي شوي. شكيلة المنديل بكي ويلي
كأنه راح الصوت يا الفنان، ما انت انتظار عودة الصوت. آه، راح نرجع نكمل الاحتفال، وتحياتنا الأحلى مسطول المطنوخ الروم يقصف جو بحر بأحلى الهدايا. يلا أنا والله تقرب إن دمعتي تنزل، بس أول ما أسمع الرمز يخرب حواسيسي. نعم يا أبو كلان، تفضل. أيوة واضح يا أبو كلان. كفو 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 منك يا من تاف نايس مشارك. مبين، ما هو لما كتم واشتغل من عندك. الأصلع بيسأل إيش الحفلة وإيش المناسبة. الحفلة لعيون أبو كهلان بمناسبة إنه ازداد جمال. يلا حيوا الجميع، أهلا وسهلا بالجميع اللي حاب يشارك معنا يطلب لنا مايك. تفضل يا الحين بعد الحفل، بعد الحفل ضروري الطابور الصباح. دام الله سرور يا ابو كل عام وانت بخير يا ابو كهلان.
عشت يا دادي عشت. يعطيك العافية يا دادي. لكم الماي. شكرا لك يا دادي حافظ النشيد الوطني. يلا خليه يجي مكاني يلا. والشيلات اليمنية اللي كلها حماس وحفاوة وتهاليل. تفضل يا أصلع يطلب مايك. أرحبوا بجميع نورتونا وأهلا وسهلا معنا. هذه شرح من كلمات الشاعر عبد المجيد الأسدي. الآن يسمعنا مسطول أخيرا. أداء نجم اليمن عبد الفتاح الفقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بارك أبو كهلان. أخيرا وليس آخرا. أيامك الجميلة أبو كهلان، عساها إن شاء الله أيام طيبة، عساها إن شاء دام الله. الله السرور، دام الله السرور، ومبروك على عيش مدري كيف. المهم والله يجعل أيامكم كلها حفلات وسعادات إن شاء الله. ألف مبروك أبو كهلان، إن شاء الله عساها أيام سرور وسعادة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله دام الله صلاح موجود أكيد إن الأيام سجلت عندك كلها جديد، وأنا أبو كهلان سجلت. راح الصوت. يا سيلفستر، شكرا لك يا غالي. يلا يا أصلع، عندك كلمة تهنئة لأبو كهلان، تفضل شارك معنا الحفلة. مبروك. طيب الشفهم أنا الحين إيش أبارك على إيش مدريش. أنت بس قول له مبروك وتستاهل كل خير، وإذا بتعرف تغني غني. أي شو اليوم المقدس بالنسبة لك؟ أي حصل؟ ما شاء. مبروك وإن شاء الله إلى التقدم والأفضل دائما بإذن الله. استمر. عقبال الإنجليزي بعدها عقبال الإنجليزي والفرنسي يا أبو كهلا. إن شاء الله يا رب. أنا أعلمك فرنسي. يا ابو عادي يا ابو كهلان. أقبال شعرك يطلع مالك دخل وخمس الشعر. طيب الجمهور كلهم اللي موجودين يبغوا يسمعوا منك النشيد الوطني. ايوه. لا أنا كتبوا لي في الخاص يا الله. محشوم محشوم مع وأرسلت لهم خاص. احمد الله ما حد قال لك مقاس كم.
امم الروم الوحيدة اللي احتواك، رومك الوحيد الذي احتواك. تستاهل بس ما شاء الله عليك، لكن قدها حقك حقك خطوة كبيرة. زيد زيد زيد، خلنا نضحك، زيد عادي والله، الذكريات حلوة. يلا انا بنزل الماء. ربي يحفظك يحميك يا أصلع، نايس مشاركة منك. لكم أكيد عيدك يا مدوخ الحكومة وعيد أبو كهلان بنفس الشهر. الله يحييك يا رب. حي الجميع. يلا يا بن، يلا يا مدين، أنتم من الأصدقاء القدامى. بس حبيت اسلم على ابو كهلان، قطعوا الكلام ونزلوني عاد. يلا خير ان شاء الله. تسجيل بقالتك الجميله يا ابو كهلان، واسعد ان شاء الله، والدوام بتطور باذن الله رب العالمين. والف الف مبروك ان شاء الله يا صديقي. يلا يلا السلام عليكم. انا بدي اطلع عاد، خليه يطلع، راح انزل. تسلم يا قلبي يا بن. تم. ضربوا لي النشيد الوطني يا ابو كهلان. أرحب يا كبرياء. نريد عليكم السلام ورحمة الله مختلفة. نريد مدين أو مدوخة. نورتي. يا ابو كهلان جبت العيد حق كتابة، يعني لا تجيبي إيش؟ صوت. لا لا يا ابو كهلان، ايش تك تقول العيد حق اللي يعني جبته. ذاك اليوم رومي لما اشتي اسجل ابو كهلان ايش كتب؟ انا 5 دقائق وانت يا ابو كهلان، قل لنا ايش قالت لك همسة مطر؟ انت تسمعني ولا ماشي؟ ايوه، ايش قالت لك همسة مطر؟ ابو من؟ ما ادري يا ابو مالك. طيب فيه رسالة. ايوه. لا لا، انا ادري كنت معاكم بس باسم متخفي. اوكي تم. فيه رسالة. يلا انا بشغل لك شيء ليلى. مصممين ان يطلع اجيب العيد. يعني بس اقرا له هذه الرسالة يا رمز. اوكي. ذهب قوتنا ذهب. ابو كهلان أوكي. اذا معي كمل. على السماع فيه رسالة جاتك بتقول لك: الله لا يحرمك منا ولا يحرمنا منك يا اعز انسان عرفته، يا سند اختك يا سندي في البرامج، انت على راسي من اختك بن. تمام. يلا انطلق يا رمز. منه خاوانا كيسب ماضينا عزا عاتي، يوم صكات العرب حنا فزعات الصيدي، يوم الدنيا تضيق خوتنا طيبة وكرم يعتزي في الضيدي. ذهب خوتنا ذهب من فخاوانا كيسب ماضينا عزا عاتي، يوم صكات العرب حنا فزعات الصادي، يوم الدنيا تضيق خوتنا طيبة وكرم يعتزي فينا الرافي، نبتقي راس السنة في الصف الأول
الله خلقنا حكاهم فعلنا قبل الكلام ذهب خوتنا ذهب من فخوانا كيسب ماضينا عزا عاتي يوم صكات العرب حنا خوتنا الشرف لا مصاري ولا ترف نطيبنا يلا العظم حنا نصعب على الواصل يوم اللقا والحارب نمشي سيدي والله يا عيني يا استاذي. خطر 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 اصحى لا تقرب خطر خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا خطر 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 اصحى لا تقرب خطر خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا إنا رجال مدربة في وقت الشد مجربة يا دم العادي نشربه ولا نحسب لا حد حساب يا دم العادي نشربه ولا نحسب لا حد حساب إنا رجال مدربة في وقت الشد مجربة يا دم العادي نشربه ولا نحسب لا حد حساب يا دم العادي نشربه ولا نحسب لا حد حساب من صغرنا ما نعرف خف مجلسنا أول الصفوف دون السمع تعالوا شوف تعالوا شوف رجالنا دون السمع تعالوا شوف تعالوا شوف رجالنا من صغرنا ما نعرف خف مجلسنا أول الصفوف دون السمع تعالوا شوف تعالوا شوف رجالنا دون السمع تعالوا شوف تعالوا شوف رجالنا من صغرنا والمربع في وصفنا الشاعر عجز لاقينا العاد نهز هز العز في أفعالنا لاقينا العاد نهز هز العز في أفعالنا من صغرنا والمربع في وصفنا الشاعر عجز لاقينا العاد نهز هز العز في أفعالنا لاقينا العاد نهز هز العز يوم المعارك تشتعل أصحى ترسم دور الثقل كم قبلك ساقا وانكوح أصحى ترسم دور الثقل كم قبلك ساقا وانكوح قولوا فعل قولوا فعل يوم المعارك تشتعل أصحى ترسم دور الثقل كم قبلك ساقا وانكوح أصحى ترسم دور الثقل كم قبلك ساقا وانكوح وقت الحرايب زلزلة أصحك تسوق المرجلة يا راسك بندعس على من ما تكون ما همنا يا راسك بندعس على من ما تكون ما همنا وقت الحرايب زلزلة أصحك تسوق المرجلة يا راسك بندعس على من ما تكون ما همنا يا راسك بندعس على من ما تكون عيال الحق ولا ما نخاف وقلوبنا ما هنرهب ما نستقوي على الضعف ولا نهاب بحضور الكبر ما نستقوي على الضعف ولا نهاب بحضور الكبر عيال الحق ولا ما نخاف وقلوبنا ما هنرهب ما نستقوي على الضعف ولا نهاب بحضور الكبر ما نستقوي على الضعف ولا نهاب بحضور الكبر جزل المعاني مسطرة شاعر وملي دفتره اسمع الهرج وفسره واصنط يوم انك تسمعه اسمع الهرج وفسره واصنط يوم انك تسمعه جزل المعاني مسطره شاعر وملي دفتره اسمع للهرج وفسره واصنط يوم انك تسمعه اسمع للهرج وفسره واصنط يوم انك تسمعه خطر 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 اصحى لا تقرب خطر خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا خلك نبي خذ الحذر لا ما نرحم عداينا كفو كفو منك يا أبوك أهلا نايم. لا أبو كهلان معنا على السمع يمكن متأثر وحواسيسه تلخبطت بسبب هذه الحفلة الفجائية. شكرا للمخططين والمصممين أحلى صدفة وفريقها.
شيء يستحق التقدير فعلا، والتفكير في مثل هذه الأشياء اللي ترفع المعنويات واللي تخلينا دوم متواجدين ومحتفلين وفرحانين ومبسوطين ومدعومين ومطنوخين. الله الله يحييكم جميعا، نورتونا في المجلس اليمني. ويلا نحتفل، نكمل احتفال. من عندك شيلة ولا مد يا رمز؟ يلا من عندي. اليمن وحلها كان ذكراها بلد معجم، من عليها تكلم ما يلاقي مصيره، ما حدا في المناجم قطع نتقدم، والرجاجيل تعلم تشهد المستديرة. اليمن حبها في الشرايين والدم، خير من أب أو عم ذوي كل العشيرة. هذه الشلة من كلمات الشاعر عبد المجيد الأسدي، مهداه إلى كل يمني داخل الوطن وخارجه. أداء نجم اليمن إلى كل يمني داخل سكاي وخارجه. يا هجوزي ترنم استعر الحرب منهم، بالقصيد المنظم والبحر الخفيرة، ومن يضر ويعزم. أذكركم أنتم الآن مع في غرفة المجلس اليمني، الغرفة الأكثر تميز وتألق وإبداع بفقراتها المتنوعة والمسابقات والدعم. هنا تصنع المواهب. تحية يمنية إلى كل العرب، وقالها نمبر 1، قالها أصل العرب. من سمع القام من غزاحاتنا الدم، للكابد نار تلهب كل شله عميله، لو تروحي مع الدم تمتازج دم في دم، والسلاح قد تحطم ما تركت الجزيره. اليمن قوم تفهم للمهمات تلتم، مثل الجيش واعظم شافانا والعشيره، كل واحد مقدم مثل مسهم من الرقم، من دعانا نقول تم لو تحين الوتيره. شيخنا لا تكلم تنهض القوم تلتم، نسمع اي والله ابو كهلاني لا تكلم نستشيره. افئدتنا كمصم ما حدا قد يرحم، من عشق او تألم غاصب في زمها كثيره. أسألتها نعتقل كل مجرم، كلنا سور محكم من تاريم لين صيره. لا احنا ما ندعس، احنا ما ندعس، احنا لنا الحب والمودة والرحمة والترحيب والاشياء الإيجابية الجميلة. اللي باقي معنا ما طلع مايك، تفضل معنا مايك. يحيي ابو كهلان من بالمناسبة يفرح معانا قد أي شيء أنت تقدر عليه. تغني حي يا سلطانة أرحب يا قلبي نورتي، تغني تفرح تهدي الشعر تهدي أستاذ مالك، اتكلم يا أستاذ مالك. ذهب يا مكتول. دعوة تصلح عنده خلوا نمبر يجي مكاني أستاذي وسلطانة. أستاذي ادخل الوكالة، ادخل الوكالة يا أستاذي. أعطونا مايك لسلطانة، للضيوف الكرام اللي يشرفونا ونورونا. اطلعوا حياكم، اطلعوا بس. حياك يا سلطانة، نورتي. صباح الخير يا صباح الورد يا أبو كهلان، مبروك. أنا عجبني حرفا قلت له عبد هذا شعر. عيدي يا سلطانة صوتك بعيد. طلعت الشعر ليش مكتمين؟ كأنه الصوت يقطع ولا عندي أنا بس؟ سلطانة ادخل على صفحتك تحصل انضمام الوكالة، اضغط كود 13 يا أستاذي. اي بس كذا بس كذا. ليش
اوكي في صوت. الو في صوت يا نمبر 1 سلطانة. في اغاني وفي ناس تحكي، واضح انه سلطانة ما عندها صوت. اوكي نقول عودة. شكرا احتمال انك مسكت المايك تغطيس. والله جيت اجري من الشغل. طيب بصراحة في ناس ما سمعناش منهم. نشوفوا سلطانة شو بتقول. سلطانة عندك اي كلمة توجهها لابو كهلان؟ تفضلي لك المايك سلطانة. الو سلطانة، وين سلطانة؟ يا سيلفستر كلمنا سلطانة يا جنبك يا سيلفستر. وينها يا سيلفستر؟ تمام اوكي. رمز لبيه. طيب ابيك تقول كلمة واحدة لابو كلام. شو راح تقول الكلمة هذه؟ انا بقول له زواجه مديدة، وان شاء الله يطلق قريب ويتعلم بسرعة. اقصد يتعلم على طول. يا اخي خلوني مكتم بس. اي لا في اوكي. كنا نريد صراحة مسطول يكون معنا، بس شكله ما عندوش كيف. النت في معنا كثير نشر، ولا على الخاص ولا على ايه صوت واضح. يس يس. ناني كوثر صوتك بعيد يا ابو كلام. دقيقة أنا بهدي لو سمحتوا لهنا الجميع، أنا بهدي مسطول شيلة. تمام اوكي تمام. هذه المسطول. طيب نشوفوا شيلة. بالنيابة عن زبون صعيبة والثقال، مرحبا ترحيب الوافي بمكيالها. يا هلا بالحضر بالجنوب والشمال، عند ما يسمعتها وبرق خيالها. ارحبوا على الشعب هي البدلات، عود الازرق اسم قدال له مجالها. ارحبوا على الشحم والمهي البدلات، عود الازرق اسم في محل اللي ورا الطيبة همد الجزال. حمد عويض عرف منزله بطوالها، والد الطيب من ابوه عمامه والخراب، بالجزالة ينعرف ما حسب ريالها. والد الطيب من ابوه عمامه والخراب، بالجزالة ينعرف ما حسب ريالها. ذكر ابوه وذكر جده والباقي لا يزال، بالمواقف والكرم ذكر بالنسبة لها. فعل جد لا تقطع على قولي مثال، تركيا اللي بالشجاعة قسم معدانا. فعل جد لا تقطع على قولي مثال، تركيا اللي بالشجاعة قسم معدانا. ابو عمدان اللقب والدحل باسمه جلال، تشهد جبال الضلوع اسم تركي شالها. يا موازي المراجل وسمحين الجبال، يا موازين الفخر حي والله فالها. يا موازين المراجل وسمحين الجبال، يا موازين الفخر حي والله فالها. ابن مطير اهل الثلاثة الشهيرة والجمال، مطير حمرنا النواظر بعز رجالها. لا رسل شمخ الجبال، مطير مطير ما تكتب الاجزال. وقت الملاقة بدي شمخ الجبال، مطير ما تكتب الاجزال. يا عسى مبروك يا بدر يا شبل الرجال، السعادة فالكم يا بدر بقبالها. يا عسى مبروك يا بدر يا شبل الرجال، السعادة فالكم يا بدر بقبالها. بالنيابة عن زبون صعيبة والثقال، مرحبا ترحيب الوافي بمكيالها. يا هلا بالحضر بالجنوب والشمال، عند ما يزم رعتها وبرق خيالها. ارحبوا على الشعب
الجلال عود نترك اسمك الدين له بالجلال في محل اللي ورا في بهمد الجزال حمد عويض عرف منزله بطوالها وارث الطيب من ابوه عمامه ورث بالجبال ينعرف ما حسب ريالها وارث الطيب من ابوه عمامه والخوال بالجزال ينعرف ما حسب ريالها ذكر ابوه وذكر جده وباقي لا يزال بالمواقف والكرم ذكر من اسفلها فعل جد لا ذكرته على قولي مثال تركيا اللي الشيء كفو. اخبارك يا استاذي؟ نايس حياك يا عزيز، حياك. اهلا يا عزيز، مرحبا. الله ابو كيلان الله يا رمز، سيلفستر صديقك؟ ايه صديقي هذا، درسنا في الجامعة سوا. والله هيك يقول لك استاذي. أيوة. اهلا سيلفستر، اهلا. هو انت استاذ يا رمز ولا شو؟ ايه تبع انا إيش؟ استاذ لغة عربية. المهم اعذرنا يا ابوك، اهلا على التقصير يا حبيبي. حبيبي سيلفستر. وسيلفستر استاذ ايش يا رمز؟ استاذ ايش؟ فرنسا، انجليزي، عربي؟ استاذ اللغة عربية. والله احلى استاذ من الرجال. والله كفو. انا استاذ استاذ الماني. اوكي. ايش اللي بديش يا رمز؟ ايش اللي بديش يا سيلفستر؟ يا ربي. شكرا يا سيلفستر. انا بغير ننظر. والله جبتيها يا جبر. يا جماعة صوت بكسر السداير. عندي ولا من عندكم؟ الصوت واضح يا لا يا قلبي الصوت واضح يا صوتك واضح. حبيبي يا يا عمري ابوك، يا ابو كريم يا عمري. نعتذر على التقصير يا ابوك، انا لا من التقديم، لا من الاذاعه، لا من التعب، لا من اي شيء. نعتذر عن التقصير يا حبيبي. مرة حبيت. مالك ولا مرة حبيت. كبري هنا. يا عمري. كبرياء صح. اهلا كبرياء، مرحبا. والله نورت يا حبيبي يا ابو كلام، بالعكس سموحه من التقصير يا حبيبي. مالكم بتتفاجئوا كبرياء انا من اول موجود. لا والله شوف لك بين البنات يعني. لا عادي ما اجيت. ولا اسمع لك ان انا موجود من اول بين اسمعكم. القراءة لابس كبرياء. يسلموا يا أصلع، يسلموا شكرا. مرة سألني إذا أنا احتمال ولا غير. اسمعوا هذا شكله سيمو. هذا سيمو. لا هذا سيمو. هذا خوي في الواقع. لأنه بيعرف الشلة القديمة كلها. لا هذا سيمو. اهلا طيش، اهلا. انا اللي انا اللي عرفت عليكم كامل. شوف سيلفستر شكله اول مره يخش البرامج. لا مو سب. لا مو سب. اول مره. قديم طالما سألني اذا انت احتمال حق اليوستار معناته قديم، ويعرف امير الجزائري معناته قديم. ايوه هذا واحد مخفي. لا يمكن بس كان في اليوستار بس ما دخل البرامج زي كذا. اول مره جاي قصدك جاهل. باقي الحين ايش اقول لكم؟ تسمعوني انتوا توحوا ولا ما توحوا؟ ايوه نوحيك. ايش يعني توحوا هذه؟ لا ما نتوح. يعني تسمعوا. ضروري نشغل لكم قرآن عشان العين. نتوح. اوكي يلا شغل. الله يسعدك. نوحيك اهدر. طيش عندنا حفلة ذكرى يعني تعلم أبوك للقراءة والكتابة يا طيشة، وبنحتفل معه إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.
واضح صوتك يا ابو كهلان واضح. الكم شو يا السالفه طيب؟ ما هو طيب المكتوب هنا الكم يا طيب رحاب القرد يا مدري عزوز ايش. رحاب يا عزوز تحفيكم تخرج الجنه من يا حبيبي. الثانوية يا عزوز تخرج من الثانوية يا عزوز بالله ايه الف مبروك والله يستاهل والله يستاهل. لازم نتفل عليهم من الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن هذا يجي مشكلة وحشي. بسم الله منين من حسد. بسم الله طهوري إن شاء الله. ان شاء الله طهور يا رب. أعوذ بالله من العين والحسد. الحين ضروري يا عزوز البنات يرقصوا. الله اكبر. ارقصوا خذوا راحتكم. الله اكبر. علي يا طايش المايك. شهيد معك يا وليفي، قلبي معك يا وليفي، لو اني اتله مع الناس، لو اني اتله مع الناس، مثل حساس خليت عقلي خفيفي، خليت عقلي خفيفي، يلا كل اثنين يمسكوا بعض والفكر يا زين محتاج، والفكر يا زين محتاج. دوسوا دوسوا رقصوا رقصوا ارقصوا لعبوا لعبوا يا روح ورا ورا ورا. ارقص يا وين وين وين. نعم نعم نعم. هوس روح عندك. قلبي معك يا وليفي، قلبي معك يا وليفي، لو اني اتله مع الناس، لو اني اتله مع الناس، قلبي معك يا وليفي. ايوه نسمعك يا ابو كهلان. عندك صوت عندك الله يحييك يا ابو كهلان، بس يمكن ما عندي صوت. ما ادري ولا لا. ايوه ايوه اي نسمعك. نسمعك ايوه نسمعك. لحظة كل جيل واحد عنده 16. تلعب. يقول لك معرفتي بك بس من قريب، بس ارتحت لك يا استاذ ابو كهلان. والله طلع في 3 استاذ. عجبتني استاذ عبد السلام. لحظة يا جماعة. والكم يا بن. الناس بتقول انه في المغرب في زلزال، انا قالها نمبر 1 بس فكرته بيمزح، الان نشوفها على التكست. لا جد ولا في بيمزحوا؟ زلزال. ايوه في زلزال بدولة المغرب الان. ايوه. اللهم لطفك يا سلامات ان شاء الله. السلام عليكم. والله صح كان عندنا مش حاجة كبيرة يا نمبر. شغلوا دعاء لاخواننا في المغرب. السنافي نورت. تعالي ماي
تعال مايك يا بن، مفتوحة المايكات. ما عندك صوت يا طايشة، اطلعي وارجعي أختي تعالي. والله إنه جوك رايق يا أبو كهلان. طبعا مديان وبن حضر الحدة الثانية اللي نقول ديار سلطان. ايش قالوا لك اكتب يا سلطان ايش؟ يعني ما كنت تنطرد من فراغ. ما شاء الله لا يقدرهم على فعل الخير. حلوة ليلة الاعترافات هذه. أبو كهلان، يا أبو كهلان، إيش هي الجملة اللي قبل ما تتعلم تكتب كنت تتمنى تكتبها وكانت تجيك صعبة، والآن بعد ما تعلمت تكتب؟ يلا اكتبها لنا على التكست. النية نية يا مسطول. خلاص اسحبوها مايك. طيب اسحبوها مايك ومش نضغط على صورته. اسحبوها مايك. اطلعي مايك وكتمي. اطلعي مايك يا بنو كتمي. بيقولوا انك كنت تكتب لمديان تعالي مش تعالى، صح يا ابو كهلان؟ سوي ارتباط معه، سوي ارتباط معه يا عشان نفتح لك الكل اللي معك. ابو الله 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 الله. ارتبطت مع الفنان منتاب يا مسطول، والله كفو، مبروك. منك خلاص خلصت الحفلة، يفتحوا مايكات. وقال لك في التكست. بس ما قريتها احتمال، لا والله ما وصلني شيء يا مديان. تكس ارجع ابعثها يا مديان، ارجع ابعثها وابعثها على الخاص. التكست بيجي جري، جيت اسوي واتساب على مديان راحت. ابعثها في الخاص. عليكم السلام ورحمة الله تعالى السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك يا هيرو. السلام عليكم. في صدى من عندنا. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو كهلان، إن شاء الله عقبال المراتب الأعلى يا رب.
يعني انا اجنبي، انا تعلمت الف باء ما فهمت. الله يسعدكم جميعا. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك. أيوة ولا لا؟ الله يسعدك يا رب. والصلاة في صدى موجود. احتفلوا بي يا شباب. والله عمري في حياتي سويت حفلة عيد ميلاد ولا ارتباط ولا احتفلوا بي يعني. دقيقة اسوي نفسي كيوت. شغلي له شيله. اهلا. شغلي له شيله. شوف شغلوا لي شيله واحتفلوا بي. شكرا. انا بعمل ميوت والله. احتفلوا بي. انا عمري احتفلتوا بي. شغلي له شيله. يا ابو كهلان. ابو كهلان يا اخي احتفلوا بي يا اخي. انا عمري احتفلت نعمل لك حلقة ان شاء الله يا نمبر 1. خلوني كهلان اعيش نفسي اني انا شخص مشهور. خلينا لا والله حلوة. خلينا لا نرتب والله لك حلوة. يستاهل والله. يا نمبر 1 تستاهل حفلة تبدأ من الصفر لأجل عيونك، مش في نهاية الحفلة نحتاج. الله شكرا.